ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم صلصه المكرونه. لو عجبتكم اعتمدوا طريقتي، على ان انا معتمداها من سنين وما بحبش اي طريقه غيرها. انا معايا حله بنزل فيها بربع كوبايه زيت وبصلايه متوسطه، وابتدي اقلب في البصلايه تمام لحد ما تاخد لون ذهبي. اول ما يبقى لونها ذهبي فاتح كده هبتدي اجهز معايا طبق، واحاول اخد شويه من زيت البصل. تمام، ده هنعمل بيه ايه؟ هنقلب بيه المكرونه بعد ما نسلقها ونصفيها كويس جدا. طبعا البصلايه هتضربيها في الكبه، هتقطعيها قطع صغننه زي ما انتوا حابين، وبنزل بمعلقه صغيره بابريكا ومكعب مرق. انا المرقه مش بحبها صراحه عشان مش صحيه، بس في بعض اكلات لما بعملها كل فتره بعيده ممكن استعمل فيها مكعب المرق. فحاولوا ما تخلوش المرقه دي نظام حياه في الاكل معانا. تمام، انا بعد ما اديتها تشويحه هي والبابريكا دقيقه بالظبط، بفك المرقه والبابريكا معايا تشويحه بسيطه، وننزل عليها بالطماطم. دي كوبايه عصير طماطم، نار متوسطه. اول ما تغلي ببتدي اوطي النار لحد ما تتسبك معايا، وبعد ما تتسبك معايا ببتدي لو محتاجه ملح، عشان المرقه برضو لازم نراعي المرق فلازم ندوقها بعد ما تتسبك معايا. لو محتاجه ملح بدي شويه ملح صغيرين وبس كده. ببتدي بقى هنا اهو المكرونه انا صفيتها، غسلتها كويس بعد ما اتسلقت، صفيتها خالص، اتاكدت ما فيش اي ميه فيها، وبنزل بقى معايا بزيت البصل، بيدي طعم جميل جدا للمكرونه. تمام، وببتدي اقدمها معايا. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب لو عجبتكم وصفتي النهارده.